يا عبادي يا الاخر يا الاخر يجوز يسلمون كذب فلوس الرماد وين ولت. لم يكن الحاج أبو هاشم يتصور أنه سيضطر للفرار من منزله وهو في العقد السادس من العمر، وأنه سيصبح رقما آخر في إحصائيات النازحين في العراق. أخبار تحرير مدينته الرمادي أنعشت في داخله الأمل بالعودة إلى منزله أو ما بقي منه. إن شاء الله نرجع ولله الموت والقهر. ديرتي خير، خراب هناك أشرف من هاي الخيم. ينفد الصبر شيئا فشيئا في مخيم النزوح هذا. الوحول تحاصر الخيام والنازحون يفضلون العودة إلى أطلال منازلهم المدمرة على البقاء في هذا المكان وانتظار المجهول. أرجع له حتى بس على منطقتي، بس أشوف منطقتي ماكو أرتاح نفسيا وعقليا. يعني هسه على ما قال واحدنا يعني طالت علينا المدة، صار لنا سنتين مهجرين، اللي نتناقش شنو بعد. يتلقى النازحون دون اكتراث ولا حماسة أخبار تشكيل لجنة عليا لإعادة الاستقرار وبدء الإعمار فيما تحرر من مناطق في محافظة الأنبار. أولى المهام تتمثل بتطهير المدينة ومن ثم مسك الأرض، سيما وأن اللجنة واحدة من الأمور الأهم التي أنيطت بها هي إعادة الاستقرار، وهذا يتطلب الانطلاق بتشكيل لجان لمسك الأرض وتطهيرها، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي الإعداد لإعادة إعمار المدينة وفق مقتضيات المصلحة العامة أو حتى وفق ما يتطلبه عودة النازحين. يرى مراقبون أن إعمار مدينة الرمادي وحدها قد يكلف ما يقرب من 6 مليارات دولار، وهو ما يعكس حجم الدمار الذي حل بالمدينة. إعمار قد يطول ويتجاوز الأفق المنظور، ومعه تطول معاناة النازحين. يتابعون أخبار مدينتهم التي أعلن عن تحريرها، وأيضا أعلن عن تدمير 80% من أحيائها، لكنهم لا يهمهم ذلك. فبالنسبة للنازحين في هذا المخيم العودة إلى منزل مهدم هي أكثر كرامة من العيش في ظروف النزوح هذه. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربية، بغداد.